ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا اول ما تنوروني متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الكل. في ناس بتقولي قولي يا دودي سبسكرايب، في ناس مش هتفهم كلمه سبسكرايب، في ناس يعني مش بتعرف تقرا وتكتب فمش هيفهموا يعني ايه كلمه سبسكرايب. فانا بقول إيه اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الكل. عادي لو عارفه اقول سبسكرايب، على فكره انا بعرف اقول. في ناس بتقولي انت مش عايزه تقولي عشان ما بتعرفيش تقولي. لا بعرف اقول، بس في ناس مش متعلمه ومش تعرف ايه يعني ايه كلمه سبسكرايب. ما علينا. فيديو مشتريات عايزه اقول لكم على حاجه بتحصل. ان تخلي بالكم. تمام. الاول هوريكم انا جبت ايه، وهقول لكم تخلي بالكم ان انا لما جيت اشتريت فاكهه في طلع فيه دود، وفي كنت ضحك عليا في التفاح. فانا هقول لكم بقى الاول جبت ايه. جبت هنا كيلو استفندي، ما كنتش اجيب استفندي. مش عارفه بعد البلدان عندكم اسمها ايه. هو عندنا استفندي، في ناس بتقول يوسفي. جبت استفندي كده صغنون جميل كده. ما كنتش هجيب، بس مينا قال لي ماما لا هاتيه نفسي فيه. قلت له ماشي، بس ما اكلتش منه عشان مينا صعب ان ياكل فاكهه قليل قوي. ممكن ياكل موز، ممكن ياكل ايه كانتالوب، ايه تاني. مينا قليل قوي في الحاجات ديت، مش اي فاكهه مينا بياكلها. لما جبنا فاكهه القشطه مينا ما كانش منها، وكمان قرف. هقول لكم ايه اللي حصل في القشطه عشان تخلي بالكم ما تيجي تجيبوها. هنا انا جبت كيلو استفندي عشان لو طلع حادق يبقى مش هناكل منه. تمام. وجبت هنا 3 كيلو كانتالوب، 3 كيلو 3 وحدات. والله لو اوريكم الكانتالوب. الكانتالوب لقيتها ب 15 جنيه. بصوا الكانتالوب بتجيبوها طريه بس مش قوي، فاهمين؟ طريه حلوه يعني، وريحتها فجه كده. دي حلوه. تمام. بصوا دي كيلو. تمام. دي ايه الكيلو. جايبه انا 3 وحدات، دي قطره، دي طريه شويه. ماشي. الناشفه شويه دي تنفع تتحط في التلاجة. ماشي. دي كده ايه التالتة. جبت 3 كيلو. اول ما اعرف التلاتة يبقى 3 كيلو، يعني الواحده طلعت وزنت بالظبط 3 كيلو. الواحده كيلو، خليكم ركزوا معايا. يبقى كده اسمه ايه، الكنتالوب 15 جنيه، الاستفندي ب 20 جنيه. جبنا جبت برضو البرتقال في فيديو مشتريات انا جبته. كنت جايبه برتقال ب 25 جنيه. انا جايبه برتقال احلى منه وناعم، القشره بتاعته ناعمه وفي صغير ب 20 جنيه. بصوا كده من قريب من الكاميرا كده البن. بصوا قشرته ناعمه، دي اللي تلاقيها مليانه ميه ومسكره. تمام. الناس اللي عارفه بتجيب البرتقال وبتنقي عارفه اكترته. بصوا اجيب لكم واحده ثانيه بس انا خايفه الفاكهه تقع. برده كده ناعمه. بصوا ناعمه، دي اللي تلاقيها مليانه ميه وحلو. ماشي. انا بس خايفه التليفون يفصل. تمام. طبعا ما تبصوش للمواعين دي متصبنه وحطها على جنب، فانا مخليها بتتصفى. يعني عندي مواعين ما بعرفش انزل لما تكون مطبخي قشطه. الحضور ما فيهوش غير بتاعه اللبن بس، عشان بس اللبن لسه خلصان. تمام. ايه تاني جبت ايه دودي؟ جبت موز وجبت عيش، بس العيش يتاكل. عايزه اوريكم العيش برضه. جبت هنا موز، مش عايزه اتكلم عشان لسه جايه طلع دور ست. جايبه الموز، جايبه بصوا الموزايه حلوه. ماشي. جايبه 2 كيلو، طبعا يتاكل كمان مني. ماشي. جايبه حلو وطعمه مسكر، غير الموزه بتبقى صغيره كده ملهاش طعم. جبت برضو كده 2 موز، الكيلو الموز ب 30 جنيه. ماشي كده. انا قلت لكم على الاسعار. الموز ب 30 جنيه، البرتقال ب 20، والاستفندي ب 20، والكنتالوب ب 15 جنيه. الاسعار بكتبوا لي الاسعار عندكم زيي ولا لا. ماشي. دي الحاجات. وجبت ب 20 جنيه عيش. انا ما عنديش بطاقه تموين للاسف كان نفسي يبقى عندي بطاقه تموين، فما عنديش بطاقه تموين، فبجيب عيش. فبجيب ب 20 رغيف. انا عايزه اقول لكم رغيف قد كده، قد القرصه، صدقوني بامانه قد القرصه. بس فالعيش كنت جايبه عيش، فحتى كام واحد بس. مينا العيش حطيته في الفريزر اللي باقي. طب لا هات كده واحد رغيف طيب قبل ما ينشف. بس انا اوريكم العيش عشان انتوا تحكموا. هات رغيف من تحت كده هتلاقيه طار. بصوا اوريكم الرغيف.
بصوا قد ايه، شايفين قد ايه؟ لا ما تنوش كده اهو، عشان محدش يقول انتي عاملاه اهو. ادي رغيف العيش قد كف الايد، شايفين قد كف الايد. جبت منه ب20 جنيه ماشي. بكم؟ مين هو كام رغيف ب20 جنيه؟ 20 رغيف. معقوله؟ مش عارفه ليه حاسه كان اقل. ماشي جبت العيش تمام. تعالوا بقى اقول لكم على اللي حصل معايا لما جبت الفاكهه. مين هات التفاحه يا مينا؟ استنى عشان عندي تفاح لسه من المره اللي فاتت، هوريكم التفاح على الميكرويف اهو اهو في الوش. فين على الميكرويف؟ معدتي وجعاني. هات فين؟ اهو في الكيس قدامك. بصوا بقى، خلي بالكم انتوا بتشتروا تفاح، وخلي بالكم انتوا بتشتروا القشطه. كلت انا قدامكم قشطه دي كانت تمام وممتازه. مال التفاح؟ وجوزي مال كلت. التفاح؟ امسكي بس، خدي خلي معاك. مال التفاح؟ يا ابني امسك كده، انا عايزه واحده بس. بصوا التفاح احمر وتحفه، انا جايباه كنت قايله لكم ب70 جنيه، احمر وتحفه. بصوا عايزه استنوا هغسل واحده واوريها لكم. هوريكم عشان تخلي بالكم انتوا بتشتروا تفاح. التفاحه تحسوا فيها زي لون اهو، اما افتح هتفهموني. استنى كده نفتحها ايه، نقطعها 4 احسن. لا من غير 4. بصوا التفاحيه ايه، حمرا دم اهي، وقعت كده كده هتنك بس. حمرا دم ومفيهاش ولا حاجه بايظه. حلو الكلام. بصوا بقى من هنا، بصوا من هنا، عايزاكم تبصوا كويس قوي، مش عارفه مش باينه ليه. بصوا اهي، شايفين الخطوط ديت؟ دي خطوط حمراء. بصوا هنا حمراء اهي، شايفين؟ استنى اوريكم كده كده، دي هتترمي وقعت على الارض. بصوا برضو دي حمراء اهي، بصوا فيها لون بقى، ما انا مش عارفه ازاي اللون مش باين عندكم. مش عايزه تيجي اهي، شايفين كل ده؟ بصوا هنا، ركزوا على هنا وهنا. بصوا كل ده احمر، الخطوط اللي انتوا شايفينها دي حمراء قوي، مش عارفه ازاي. تمام. فكده ديت حاطين لها لون. دي نرميها بقى في الباسكت، نحطها في الزباله دلوقتي. دوت لون، فمعرفش بقى اللون دوت هيبقى مصمم لينا ولا ده يبقى ايه، انا مش عارفه. ده التفاح لما جبته. تاني حاجه جبت القشطه. انا كلت واحده كانت كويسه لما كانت قدامكم، وجوزي كل واحده كويسه، ومريم جت كلت واحده كويسه. جيت كده على بالليل عايزه اكل واحده تاني، كده اكل واحده لقيتها فيها دود. عالم ربنا فيها دود. والقشطه مقفوله، ما فيهاش ولا حاجه مفتوحه مثلا، يعني برتقانه بصوا ما فيهاش حاجه. خلي بالكم انتوا بتجيبوا الفاكهه، لو لقيتوا تفاح احمر او وزي كده، ما تجيبوش هاتي اللي هو تحسي نصه اصفر كده واحمر حاجات بسيطه، ده هاتيه. لكن الاحمر اللي زي ده كده غشين قوي اليومين دول. ولما تجيبوا قشطه هاتوا مش عارفه، انا لما جبت رجعت له خليت منها نزله الصراحه. القشطه طبعا انا جايبه القشطه هي كبيره كده، يعني اكبر من البرتقانيه كبيره زي ما قلت لكم، في صغير. اللي كانت فيها كبيره كانت فيها دود، فقلت لمينا خدي الكام واحده، فتشت في كام واحده ورحت مرجعها له وقلت له خدي مينا. روح قول له ماما زعلت قوي مش تشتري من عندك حاجه، ان انا على طول زبونته. خد مش هتجيب من عندك حاجه تاني، بس بصي دوت ينفع ان فيها دود. راح بدل الكبيره اداها له صغيره، يعني عمل ايه وسوى ايه، مش مكفينا هي كمان فيها دود. فمينا لما جابها برضه رحت فاتحاها لقيت فيها دود، رحت راجعاه. رجع مينا تاني الصراحه يا عيني، وراح رجعهم وجاب بدلهم لقيتهم كويسين، فرحت حطهم في التلاجة. تعالوا بقى ايه نزلت له بقى لما جيت في مره جايه من السوق، فقلت له على فكره انا زعلانه قوي ان انا زبونتك واشتري حاجه وتديني حاجه فيها دود. راح قال لي والله ما انا كنت واقف ومش واقف والكلام بتاع الناس ديت. رحت قلت له طب ماشي، انا على فكره انت فاكهه انا مش هجيبها من عندك، انت خضارك حلو قوي، فانا اخر هجيب خضار. راح قال لي حقك عليا يا مينا، وعلى العموم نصيحه من اخ، ولا تشتري جوافه ولا رمان ولا قشطه،
ليه بقى؟ نصيحه ليكم كمان، انا حبيت اقول لكم المعلومه دي عشان او اللي حصل ده عشان يبقى عندك معلومه وتخلي بالكم. الجوافه، القشطه، الجوافه والقشطه قلت لكم ايه، والرمان، التلاتة دول فيهم دود، خلي بالكم. ولو حد نفسه قوي 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 جيبوا الفاكهه وفتشوها وروحوا رجعوها، ان ده حقكم. روحوا رجعوها ان دي منهم، هم موسم بقى مش موسم. قعد يقول الشهرين دول موسم الدود، حتى لو الحاجه مقفوله. والتفاح زي ما قلت لكم تخلي بالكم، شفتوا التفاح ودي اللي حصل. فانا لما بطلع فيديو واقول لكم يعني انا مش بوقف حال حد، بس انا يعني شفت حاجه وحصل لي موقف وقدامكم عينيكم التفاحين. وعلى فكره بناكل التفاح حرام، مرميه حرام، نعمه ربنا ارميها. بس فده كان فيديو بسيط، وقولوا لي انتوا لو مكاني هتعملوا ايه بالامانه، ومش هزعل من اي حد، وقولوا الحق. بس اشوفكم في فيديو جديد يا احلى قمر اخوات في الدنيا. مع السلامه.